ليه تحليل البيانات بقى مطلوب في كل شركة؟ هل فعلا الرواتب فيه عالية زي ما بيقولوا؟ وهل الذكاء الاصطناعي هيقدر يحل مكانك كمحلل؟ في الفيديو ده هنجاوب على كل ده، وهقول لك ازاي تبدأ خطوة بخطوة، ولو فعلا ينفع تدخل المجال ده من غير خلفية تقنية. تحليل البيانات داتا اناليسيس هو انك تجمع بيانات خام، ارقام، استبيانات، سلوك مستخدمين، وتبدأ تنظمها، تفهم منها نمط معين وتستخرج منها قرارات ذكية بساعد الشركة تكسب أكتر، توفر مصاريف أو تطور منتجها. يعني مثلا لو شركة موبايلات عايزة تعرف ليه مبيعاتها قلت الشهر ده كده من أرم تطبيق، عايز يعرف المستخدمين بيوقفوا فين قبل ما يكملوا الاشتراك. المحلل بيجمع البيانات، ينظفها، يحللها ويرسمها بشكل واضح، ثم يقدم توصيات وقرارات ذكية للإدارة. البيانات دلوقتي بقت هي البترول الجديد. الشركات الكبيرة زي أمازون وجوجل وأوبر بيبنوا كل قراراتهم بناء على التحليل. ليه؟ لأن كل شركة عندها بيانات كتير، لكن من غير تحليل البيانات دي ملهاش قيمة. المحلل هو الشخص اللي بيحول الأرقام دي لمعلومة واضحة تساوي فلوس. أمثلة: نتفليكس بتقرر تنتج مسلسل جديد بناء على تحليل سلوك المشاهدة. مطعم بيزود فروعه في مناطق معينة بناء على تحليلك لأماكن الطلبات. علشان تدخل المجال لازم تتعلم شوية أدوات ومهارات، وده الترتيب الأفضل للمبتدئين. إكسل البداية لأي تحليل بسيط. SQL علشان تسحب بيانات من قواعد البيانات. بايثون أو R لتحليل متقدم. باور بي آي أو تابلو لعرض البيانات بشكل جذاب. مهارات التفكير التحليلي، إزاي تسأل السؤال الصح وتفهمه. كمان لازم تتعلم تنظف البيانات، داتا كليننج، لأنها تاخد أكتر من 70% من شغل المحلل. ابدأ بكورس مجاني على يوتيوب أو كورسيرا، واشتغل على مشاريع بسيطة زي تحليل بيانات مبيعات أو استبيان. هل الذكاء الاصطناعي هيحل محل المحلل؟ الإجابة جزئيا، بس مش بالكامل. الذكاء الاصطناعي ممكن يساعدك في تنظيف البيانات، في كتابة كود التحليل،